الناس اللي بتسأل وبتقولي انت رحت فين، والاول كنت بتعمل فيديوهات تحليل لحراس مرمى وكمان بتنزل رياكشنات لحراس المرمى وللعيبه واهداف كتير. عايز اقول لك ان انا الفتره دي كنت ساعتها في الخدمه العسكريه، وللاسف خلصت خدمه عسكريه. ما كنتش متخيل ومدرك ان اللي هيخرج من الجيش هيطلع ويتسحل السحله اللي انا كنت فيها دي. بس الحمد لله دايما اللي نيته سالكه ونيته سليمه وعنده هدف في الحياه ان هو يعمل حاجه كويسه لنفسه ولاهله ولاولاده، دايما ربنا بيكرمه وبيسبب له الاسباب عشان يوصل للنجاح اللي هو عايزه. الحمد لله خلصت خدمة عسكرية في شهر 2 اللي فات واتجهت للحياة الملكية. حقيقي انا استحلت الفترة اللي بعد الجيش ده على طول، خاصة الشهر اللي بعد الجيش او الشهرين اللي بعد الجيش دول تعبت كتير جدا فيهم. بدأت من الصفر، يعني زي ما هم بيقولوا كده بدأت من الصفر، ولكن ربنا سبب لي الاسباب. الحمد لله اشتغلت شوية في محل ملابس رياضية مع صديق ليا برضو جنب المحل، كان المقابل المادي كان ضعيف جدا، واشتغلت برضو في اكاديمية مع حد صديق ليا برضو المقابل المادي كان ضعيف جدا، وكان اللي جاي على قد اللي رايح، ما كانش مكفيني ولا مكفي بيتي واولادي. والحمد لله قررت اغامر. ايوه انا شخص بيحب المغامره جدا جدا، ولكن برضو بكل حاجه كنت بعمل لها حساب، وكنت بتوقع الاسوأ والاحسن، وكل حاجه كنت ببقى متوقعها عشان ما اجيش ساعه المصيبه او ساعه المشكله الاقي نفسي تعبت نفسيا وذهنيا. ولكن كنت باخد كل حاجه بحساب، بس انا شخص بيحب المغامره فعلا. واخيرا قررت افتح مشروع الخاص وافتح اكاديميه لتعليم اساسيات كره القدم. انا خلصت جيش واخدت رخصه تدريبيه، يعني مكتوب في البطاقه بتاعتي مدرب المهنه مدرب كره قدم. ومن هنا قررت ان انا افتح مشروع الخاص وافتح اكاديميه لتعليم اساسيات كره القدم. وبالفعل اخدت الخطوه انا وصديق ليا في البلد، وبعد ما كنت قاعد في المدينه وقاعد في العاشر من رمضان نزلت البلد عشان افتح اكاديميه لتعليم اساسيات كره القدم. لو حد تاني كان فكر كتير جدا وقال بلاش، ازاي تاخد الخطوه دي وترجع الارياف عشان تفتح اكاديميه، ما هي تصيب يا تخيب. وانا حرفيا ما كانش معايا جنيه واحد عشان اجيب ادوات للاكاديميه. ولكن الصديق ده قال لي تعالى ونحط ايدينا في ايد بعض ونبدا اول خطوه مع بعض. وانا قلت لي لا اجرب، وانا زي ما قلت لكم انا شخص مغامر جدا وشخص بيحب المغامرات ولكن في الصح. والحمد لله ده تاني شهر ليا في الأكاديمية، وخلاص بعد ما قررنا وأعلنا إن أنا أكون مدير الأكاديمية، هو مدير فني الأكاديمية، ومعانا كمان مدرب حراس، رغم إن أنا حارس مرمى ولكن أنا قررت إن أنا أكون مدير الأكاديمية نظرا للعلاقات اللي أنا أعرفها في المنطقة بتاعتنا، وكمان عشان أعرف أعمل ماتشات للأكاديمية وأعرف أسوق اللعيبة في الأكاديمية. والحمد لله ده تاني شهر لينا في الأكاديمية، والحمد لله معانا حوالي 80-90 لاعب في الأكاديمية، وده في خلال أول شهر بس. وإن شاء الله في ازدياد وربنا يكرمنا وفقنا كده ان شاء الله، ونقدر نطلع لعيبه من الاكاديميه تلعب دوري ممتاز وكمان يشرفونا في منتخب مصر. الطموح والنجاح كانت بدايتهم فكره وبدايتهم حلم، واحنا عايشين عشان نحلم وعايشين عشان نحقق الحلم ده. وادعوا لي بقى ربنا يوفقني في الاكاديميه واقدر اطلع لاعب واثنين وثلاثه لانديه الدوري الممتاز باذن الله. ده هيحصل قريب جدا. تعالوا بقى ناخد جوله كده وانا في الاكاديميه وشغال مع الاولاد في الاكاديميه. يلا بينا. الحمد لله رب العالمين، حققت أول نقطة من بحر أحلامي وفتحت أكاديمية لتعليم أساسيات كرة القدم. والأهم من ده إني فتحت الأكاديمية دي في بلدي ومسقط رأسي، وزي ما انتم شايفين بتكلم مع اللعيبة وبحدد لهم أهدافهم الصغيرة. وبدأنا وحدة التدريب زي ما انتم شايفين، وهنا بقى بعدل خطأ للاعب كان بيستلم الكرة غلط وبيسلمها برضه غلط. مفيش لاعب بيستلم كده، العب بس ببطن رجله. لا ما اتعلم عادي مش مشكله، احنا برضه ما كناش نعرف نتعلم. اغلط عادي مش مشكله، التمرين باخد واحد. انا بستلم ببطن رجلي وقبل ما العب برفع وشي بشوف انا هلعب لمين. الناس كلها بتلعب، الناس كلها بتعمل كده، قوم لعب وهي باصه في الارض. ارفع وشك يا عم اهو، بستلم اهو وقبل ما العب ببص واشوف انا هلعب لمين. عود نفسك ترفع وشك قبل ما تلعب الجول. كل اللي انا محتاجه منكم انك تدعولي بالتوفيق، وباذن الله في القريب العاجل هتشوفوا لعيبه كتير قوي في الاكاديميه بيلعبوا في الدوري الممتاز، ويمكن كمان احترفوا بره مصر. المهم قبل ما الفيديو يخلص لازم تعملي لايك على الفيديو واشتراك على القناه عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكوره. والفتره الجايه دي كلها هتكون فلوجات وفيديوهات كتير جدا عشان اعرض لكم اللعيبه اللي بتلعب عندي في الاكاديميه واوريكم مستوياتهم عامله ازاي. وان شاء الله بدعمكم ليا القناه هتكبر وكمان الاكاديميه هتكبر ونعمل حاجه كويسه جدا. وان شاء الله اكاديميه نجوم الكوره هتكون اكبر اكاديميه على مستوى الجمهوريه باذن الله.